كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الصفات القصيرة والطويلة ودرجاتها. لو نفتكر مع بعض كده، في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الصفة القصيرة والصفة الطويلة بدرجاتها، سواء كانت درجة التساوي أو درجة المقارنة أو درجة التفضيل. وعرفنا ازاي بساوي ما بين اتنين متساويين في صفة واحدة لما كنا بنقول بنقزقز الصفة. وعرفنا ازاي بنعبر عن المقارنة سواء الصفة بتاعتنا كانت صفة قصيرة او طويلة، وازاي بنعبر عن التفضيل برضو سواء الصفة بتاعتنا كانت صفة قصيرة او طويلة. النهارده يا حبايبي جاي ناخد حاجة غريبة شوية، اللي معظمنا بيتلخبط فيها ومبقاش فاهم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيدور في التشوز. انا كنت حافظ القاعدة وفجأة لقيت نفسي عمال اقع في الحل، ما اناش عارف ايه المشكلة. ما انا مذاكر كويس بس الدنيا مش ظابطة معايا في الحل. انا هقول لك التريكات اللي موجودة النهارده في الصفات القصيرة والصفات الطويلة، وهنصورها مع بعض، وحاول تكتب ورايا بطل علشان ما يفوتكش اي حاجة واي جديد احنا بنقول. تعال نشوف. النهارده هنتكلم عن موانع استخدام كلمة ذان وموانع استخدام كلمة ذا. طب تعال نفتكر الأول، هي ذان دي كانت بتيجي مع الصفات في حالة إيه؟ أو في أنهي درجة؟ ذان كانت بتيجي مع الصفات سواء قصيرة أو طويلة في درجة المقارنة، اللي احنا كنا بنقارن فيها ما بين اتنين غير متساويين. اللي احنا كنا مع الصفة القصيرة بنحط لها اي ار وبعدين ذان، واما مع الصفة الطويلة كنا بنحط لها مور او ليس وبعد كده الصفة الطويلة وذان. النهارده يا بطل هنتكلم عن موانع استخدام ذان. امتى اعمل حذف واكس على كلمه ذان وما احطهاش في الجمله؟ تعال نشوف اول حاله عندنا النهارده. بيقول لك لو جاي قبل الصفه في حاله المقارنه الافعال دي، لو عندك turn او عندك get او عندك become، حضرتك هتحذف كلمه ذان. يبقى اول حاله عندي بحذف فيها كلمه ذان لو الافعال زي turn وجيت وبيكم جت قبل الصفه في حاله المقارنه. تعال نبص على اول مثال عندنا هنا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك don't get closer. don't get closer يعني ما تقربش اكتر. قال لك the snake is poisonous. هو احنا ليه يا مستر حطينا كلمه closer وشلت كلمه than؟ لان احنا اتفقنا ان الفعل get او الفعل turn او الفعل become لو جاي وراه صفه مقارنه بنحذف كلمه than. ها، حفظت؟ خش في اللي بعده، خش في اللي بعده. تاني استخدام يا شباب او تاني مانع من استخدام كلمة ذان في الجملة هنسميها قاعدة of the two. وخليك فاكر كده ان العدد هنا كام؟ اتنين. العدد اتنين، وطالما لسه العدد اتنين يبقى احنا لسه في حالة الايه؟ المقارنة. يبقى احنا لسه في حالة المقارنة، لان المقارنة كانت بتقارن ما بين اتنين بس الاتنين غير متساويين. تعال نشوف يا بطل. بقول لك of the two boys، من الولدين. يبقى العدد هنا كام يا شباب؟ اتنين اهو. يبقى انا لسه في درجة المقارنة، اوعى تروح للتفضيل. of the two boys حمزة is the taller. هنا مفيش كلمة ذان، هنا مفيش ذان، بس في تركة ان في هنا يا مستر ذا. هو انا ازاي احط ذا من غير الاي اس تي؟ ما انا طول عمري حافظها تول، taller than the tallest، صح كده؟ big bigger than the biggest. طب فين يا مستر the biggest و the tallest اللي انا حافظها؟ حبيبي انا احط the tallest لو العدد ده كان 3. يبقى لو العدد ده 3 هقول ذا تولست. اما العدد لسه 2، 2 يا حبايبي يعني احنا لسه في درجه الايه؟ المقارنه اللي انا بقارن فيها ما بين 2. طيب لو جيت اقول لك مثلا اكزامبل على صفه طويله، قلت لك of the two players، من 2 لعيبه، وقمت قايل لك رونالدو is the faster. يبقى رونالدو هو الايه؟ الاسرع. اوعى تقول لي the fastest. the fastest دي لو انا بقارن رونالدو بكل اللعيبه اللي في العالم، اما انا بقارن رونالدو بلاعب تاني زيه وليكن مثلا ميسي، فبقول لك of the two players رونالدو is the faster. يبقى اوعى تنسى يا شباب، اوعوا تنسوا ان ذا جايه مع قاعده of the two بس بدون اي اس تي، جاي معاها اي ار اسمها the taller وبدون كلمه ذا. يبقى احنا عندنا تاني نقطه انها قاعده سميناها قاعده of the two. وبالمناسبه يا شباب الجمله دي ممكن اقراها من نصها عادي، يعني بدل ما هقول of the two boys حمزة is the taller، أنا ينفع أقولها حمزة is the taller of the two boys. يبقى احنا كده خلصنا النقطة رقم 2 أو تاني مانع بيمنع وجود كلمة ذا. النقطة الثالثة يا شباب، عند وجود and تربط بين صفتين في حالة المقارنة.
اند دي احنا هنسميها المراية. حضرتك لما بتبص في المراية بتشوف مين؟ بتشوف نفسك، مش هتشوف صاحبك طبعا. نفسك بمناخيرك بعينيك ببقك بحواجبك بكل حاجة. يبقى كلمة اند هنسميها المراية، بتعكس ما بعدها على ما قبلها. يبقى اند بتربط ما بين صفتين في حالة المقارنة. اند بتربط ما بين صفتين في حالة المقارنة. ليه يا شباب؟ عشان تبين التغيير المستمر في الصفة، سواء التغيير ده كان بالزيادة أو بالنقصان. لما أجي أقول لك prices، الأسعار are getting higher and higher، الأسعار عمالة تغلى يوم بعد يوم. يبقى أند هنا لو ربطت ما بين صفتين بتوضح التغير المستمر فين؟ في الصفة، سواء التغير ده كان بالزيادة أو بالإيه؟ بالنقصان. أدي الجملة بتاعتنا رقم 3، بيقول لك the car went faster and faster، العربية عمالة تسرع أسرع وأسرع، وأنت نازل أي منحدر أي طريق فيه مطب عالي هتبص تلاقي العربية بتجري منك. يبقى الزيادة هنا يا شباب مالها؟ مستمرة. يبقى أند هنا هنسميها المراية لأنها بتربط ما بين صفتين في حالة المقارنة عشان تبين إن التغيير مستمر في الصفة سواء بالزيادة أو بالنقصان. اوعى تنسى الجملة دي، بنسمي أند المراية. نيجي للنقطة رقم 4، ودي من النقط المهمة قوي يا شباب، ركز كده فيها. بقول لك المقارنة الضمنية. المقارنة الضمنية، مش فاهم ايه المقارنة الضمنية دي؟ ايه الكلام الغريب المجعلص اللي انا مش فاهمه ده؟ تعال اقول لك يا بطل ايه هي المقارنة الضمنية، وبتعرف تطلعها ازاي من قلب الاختيارات. ما هي الفكرة كلها ان انت لو وصلت للنقطة اللي انت مذاكرها تعرف تحل الجملة بسهولة. اما ما تبقاش قاعد تايه مش عارف منين بيودي على فين. الموضوع محتاج مذاكره وتدريب وحل كتير يا ابطال. تعال نشوف. المقارنه الضمنيه عباره عن ايه؟ عباره عن جملتين، عباره عن جملتين. تعال نشوف النقطه رقم 4. ادي الجمله الاولانيه. طيب انت قلت لي جملتين، هنضيف عليها ايه؟ جملتين بينهم يا اما كلمه but يا اما كلمه however. يبقى تاني، المقارنه الضمنيه عباره عن جملتين بينهم كلمة but أو كلمة however. طيب أدي الجملة بتاعتنا، بقول لك today is hot. الجملة الأولانية يا حبايبي هتحمل صفة في الدرجة الأولى، مش هي الجملة الأولى؟ يبقى تحمل صفة في الدرجة الأولى. ودي الجملة الثانية تحمل صفة في الدرجة الثانية. يبقى لو لقيت جملتين بينهم but أو however، لو لقيت جملتين بينهم but أو however، شوف قبل but أو however إيه. لو عندك tall خلي دي taller، لو عندك fast خلي دي فاستر، لو عندك بيج خلي دي بيجر. لان دي حاجه اسمها المقارنه الضمنيه يا شباب، بنحذف فيها كلمه ذان، بنحذف ذان. طب انا بعرف منين انها مقارنه ضمنيه؟ قلت لك عمال اعيد وازيد في الكلام اهو، عباره عن جملتين بينهم بات او هاويفر. الجملتين دول فيهم صفتين، الجمله الاولى تحمل صفه في الدرجه، قول معايا الاولى، والجمله الثانيه تحمل صفه في الدرجه الثانيه. تعال اقول لك اصل الجمله دي كان ايه يا شباب. لو جيت قلت لك الشتاء، كلنا عارفين ان الشتاء ابرد من الخريف. قلت لك winter is colder than autumn. بقول لك الجمله دي ادى الدرجه، ادى الطرف الاول من المقارنه وادى الطرف الكام؟ الثاني. دي الجمله الاعداد اللي انت حافظها. بتقول ايه بقى؟ ان الشتاء ابرد من الخريف. المقارنه الضمنيه بنبدا بالطرف الثاني. تاني بنبدأ بالطرف الثاني اللي هي هنا كانت كلمة ايه يا شباب؟ كلمة autumn اللي هو الخريف. autumn ماله بقى؟ الخريف برد، ولكن ايوه سامعك بتكمل الجملة بالعربي اهو، but winter، ولكن الشتاء is colder، بس الشتاء ايه؟ ابرد. مفيش هنا كلمة than. يبقى اوعى تنسى يا بطل المقارنة الضمنية. ابطال الموضوع سهل. المقارنه الضمنيه كان اصلها اهو winter is colder than autumn، الشتاء ابرد من الخريف. طب احنا سميناها مقارنه ضمنيه لان الجمله بتبدا بالطرف الايه؟ الطرف الثاني. autumn هنا كان الطرف الثاني اهو يا شباب، بدانا بيه بقى هو الطرف الاول، ووينتر كان الطرف الثاني، الطرف الاول جه في اخر الايه؟ في اخر الجمله. يبقى اوعى تنساها، معلش انا غلطت. اوتم كان الطرف الثاني، وينتر كان الطرف الاول. يبقى دول عباره عن جملتين بينهم بات. الجمله الاولى تحمل صفه في الدرجه الاولى، الجمله الثانيه تحمل صفه في الدرجه الثانيه. الجمله الاولى تحمل صفه في الدرجه الاولى، الجمله الثانيه بتحمل صفه في الدرجه الثانيه. سميناها المقارنه الضمنيه، جملتين بينهم بات او هاويفر،
جملتين بينهم but أو however، الجملة الأولى تحمل صفة في الدرجة الأولى والجملة الثانية تحمل صفة في الدرجة الثانية، اوعى تنساها. نيجي يا شباب لخامس نقطة عندنا، أو الجملة اللي بتمنع استخدام than. قاعدة كلما عبارة عن كفة الميزان، الاتنين بيساووا بعض، كلما. طب ايه هي التركة اللي موجودة في قاعدة كلما بعيد عن ان احنا حذفنا كلمة than؟ قاعدة كلما بتمنع وجود كلمة than. تعال اقول لك، كلمة كلما عبارة عن ذا وصفة مقارنة وذا وصفة مقارنة، وهي دي بقى المشكلة، لان انت حافظ ان ذا بتجيب في الصفة الاي اس تي، صح؟ انت حافظها كده، the tallest، صح؟ the biggest، the shortest، the fastest، the most intelligent مثلا. يبقى انت حافظ دايما ان ذا بتجيب في الصفة الاي اس تي. بس دي تركة مهمة قوي وموضع امتحان يا رجالة، لان قاعدة كلما مهمة جدا، عبارة عن كفتين ميزان، عبارة عن جملتين، اوعى تنسى الجملة دي، عبارة عن جملتين طرفي الجملة مقارنة، طرفي الجملة مقارنة. يبقى قاعدة كلما عبارة عن جملتين طرفين الجملة مقارنة، بس مقارنة مسبوقين بكلمة ايه؟ ذا. يبقى هي دي اللي بتلخبط الدنيا، بس وجود ذا هو اللي ملخبط الدنيا. يبقى هي مقارنة ومقارنة يا شباب، اهو انا كاتب لك هنا بتساوي، كفتين بيساووا بعض، مقارنة ومقارنة بس جايين قبلهم كلمة ايه؟ ذا. يبقى المقارنة او قاعدة كلما عبارة عن جملتين طرفي الجملتين في حالة المقارنة. تعال نشوف الجملة دي بتقول ايه. بتقول لك the more you study، the more you study معناها كلما ذاكرت اكثر، the higher marks you get، كلما زادت درجاتك او كلما حصلت على درجات اعلى. يبقى القاعده اسمها كلما. طب التركه فين؟ اللي هو بيديك جمله ويسالك في الثانيه، هو بيديك the more you study، فحضرتك طبعا بتحل الانجليزي بالسنس. الناس اللي بتحل الانجليزي بالحب والاحساس كده يقول لك يا مستر انا ما بذاكرش جرامر. ليه يا حبيبي؟ اصل الانجليزي بيتحل بالحب. حب مين يا حبيبي؟ الحب ده في الموبايل مش في الجرامر. فاوعى تنسى ان هنا كلمه زمار مقارنه، يبقى الناحيه الثانيه برضه هتبقى مقارنه، هنقول زمور، ذا هاير، ذا فيور، ذا مثلا ذا ليس. لو جيت قلت لك زمور، ذا فيور، زي ما يكون، اهم حاجه ان طرفي الجمله يكونوا في حاله المقارنه. لو جيت قلت لك ذا فيور ميستيكس يو ميك، ذا فيور صفه مقارنه من كلمه فيو معناها قليل العدد. The fewer mistakes you make معناها كلما قلت أخطائك. The higher marks you get كلما زادت درجاتك. يبقى النقطة رقم 5 معانا النهاردة هي قاعدة كلما، والنقطة دي ممكن تعمل بوم كده وتجيلك في الامتحان. النقطة رقم 6 معانا كلمة than في السؤال تتحول إلى or. يبقى تتحول than في السؤال إلى or لاختيار بين شيئين. يبقى than هي or، بس or دي بتيجي فين؟ في السؤال. تعال نشوف الاكزامبل رقم 6 كده، بيقول لك which is bigger، ايهما اكبر. يبقى هنا انا بخيرك ما بين حاجتين، which is bigger كايرو، اوعى تقول لي than طنطا، لان هنا يا شباب السؤال بيمنع وجود كلمه ايه؟ than. يبقى which is bigger كايرو or طنطا، ايهما اكبر، القاهره ولا طنطا. طيب نيجي دلوقتي لموانع استخدام ذا. احنا خلاص عرفنا موانع استخدام كلمة ذان في حالة المقارنة، عرفنا ان في 6 حالات بتمنع وجود ذان في حالة المقارنة. حضرتك بعد ما نخلص الفيديو بتاعنا حضرتك هتاخد سكرين شوت وتقعد تسجل البيانات وتسجل الكلام، وحاول تحفظ الدرس ده لان النقط دي بتلخبط اجدع طالب يا شباب. تعال نشوف موانع استخدام ذا مع التفضيل. ايه هو التفضيل ده يا شباب؟ اللي انا بقارن واحد بمجموعة، واحد واكتر من 2، اللي احنا بنسميها درجة التفضيل او الدرجة الثالثة اللي اسمها سوبرلاتيف. طيب نيجي يا شباب لأول حالة بتمنع وجود ذا، إذا جاء قبل الصفة صفات ملكية. لو جاي قبل الصفة صفة ملكية، ايه صفات الملكية دي؟ صفات الملكية عبارة عن كلمات بتنسب الشيء لشخص. يعني لو جيت قلت لك واتس ذس هتقول لي يا مستر ده قلم، طب عايز انسب القلم ده ليا يبقى اسمه ماي بن، قلمي. طب عايز انسبه ليك بقى اسمه يور بن. طب عايز انسبه لينا كلنا يبقى اسمه اور بن. يبقى صفات الملكية عبارة عن كلمات بتنسب
الشيء لشخص. اوعى تنساها بقى. يبقى صفة الملكية من الضمير I كان اسمها my. صفة الملكية من you كان اسمها your. صفة الملكية من they their. صفة الملكية من he his. صفة الملكية من she her. صفة الملكية من we اسمها our. يبقى لو عندي صفة ملكية بتمنع وجود ذا. تعال نشوف الجملة بتاعتنا. بقول لك أحمد is my best friend. المشكلة في إيه بقى؟ إنه يقول لك أحمد is my ويديك اختيارات best ولا the best. طبعا كلنا للأسف بنروح لكلمة the best والإجابة هي كلمة best. ليه؟ لأن احنا قلنا إن صفة الملكية ده يا شباب بتمنع وجود ذا قبل الصفة. هي إيه كلمة best دي أصلا؟ لو الناس فاكرة يا حبايبي كلمة best عبارة عن صفة التفضيل من كلمة good. good صفة شاذة، في حالة المقارنة بتبقى اسمها better than، وفي التفضيل بيبقى اسمها the best. زي bad worse than with a worst، دي اسمها صفات شاذة حضرتك لازم تكون حافظها. يبقى هنا يا شباب حذفنا ذا لأن احنا قلنا صفات الملكية بتمنع وجود ذا. صفات الملكية بتمنع وجود ذا. طب تاني نقطة يا شباب بتمنع وجود ذا الأبوستروفي اس. الأبوستروفي اس اللي انت بتاخدها من ابتدائي لو تفتكر. أبوستروفي اس يا شباب الملكية بتمنع وجود ذا. تعال نشوف الجملة بتاعتنا. بيقول لك عمر مرموش. ماله عمر مرموش؟ is Egypt. انا حطيت لمصر هنا ابوستروف اس الايه؟ الملكيه. ادي ابوستروف اس الملكيه اللي احنا اتكلمنا عليها هناك بتمنع وجود ذا. هو الطبيعي ان انا اروح لكلمه must ولا اروح لكلمه ذا most؟ سامعك بتقول له يا مستر انا بحله بالحب والاحساس كده، بحل الانجليزي بالحب. هتقول لي يا مستر ذا موست وانا هقول لك غلط، احنا نروح لكلمه موست بس. ليه؟ لان ابوستروف اس الملكيه بتمنع وجود ذا. طيب نيجي لثالث نقطه يا شباب. اذا جاء قبل الصفه اعداد ترتيبيه. لو عندك قبل الصفه اعداد ترتيبيه، ايه الاعداد الترتيبيه؟ زي كلمه ذا فيرست، ذا سكند، ذا ثيرد. الاعداد الترتيبيه يا شباب قدام عينك اهو بتمنع وجود ذا. تعال نشوف الجمله بتاعتنا بتقول ايه. بقول لك كايرو is the first largest. هو بيديك كلمة the first ويديك يقول لك the first largest ولا the first the largest. طبعا كلنا بنروح نلبس في الحيط ونختار the largest. الإجابة تبقى largest بس زي ما احنا كاتبين لأن الأعداد الترتيبية بتمنع وجود the. وبكده يا حبايبي يبقى وصلنا لآخر نقطة خاصة بالصفات سواء كانت صفة قصيرة أو صفة طويلة، وهي موانع استخدام ذان في حالة المقارنة وموانع استخدام ذا في حالة التفضيل. في تريكات طبعا يا شباب هبقى اسيبها لكم في الكومنتس اوعى تنساها. ايه هي التريكات دي؟ ان احنا عندنا صفات، الصفات اللي اغلبها بيبدأ بحرف الايه لا تتبع بالصفة. المفروض ان الصفة بتبدأ باسم، يقول لك مثلا a tall boy, a beautiful girl وهكذا. الصفة بتيجي متبوعة بالاسم في الانجليزي. بس في صفات بتبدأ بحرف الايه لا يأتي بعدها الاسم، زي كلمة أفرد بمعنى خائف، alone مثلا، awake، aware، asleep. الصفات دي ما ينفعش يجي بعدها اسم. وعند الضمائر الغير محددة زي something و anything و someone و somebody و anyone و anybody، الصفات بتيجي يا حبايبي بعدها ما بتجيش قبلها. لما اجي اقول لك انا قابلت شخص ما مهم، هاجي اقولها I met an important someone ولا someone important؟ طبعا الرجاله اللي بتحل بالحب هتقول لي يا مستر I met an important someone. الجمله غلط. لازم تقول I met someone important لان الضمائر غير المحدده يا شباب بيجي وراها الصفات زي ما انا لسه كنت بقول من شويه. اوعى تنسى ان في صفات بتنتهي بالاي ان جي بتصف المؤثر. مين هو المؤثر؟ الشخص الذي يقوم بالصفه. لما اجي اقول لك محمد صلاح is an amazing player، محمد صلاح هو لاعب مذهل. ليه؟ لانه مسبب الذهول. احنا بقى واحنا بنتفرج على محمد صلاح احنا اللي بنبقى اميزد. يبقى سوري يا شباب، الصفه اللي بتنتهي بالاي دي تصف المتاثر اللي هو من وقع عليه الشعور بالصفه. وفي تقسيمه ثانيه للصفات بسميها الصفات العاديه والصفات القويه. الصفه العاديه يا حبايبي بتديني معنى عادي
اما الصفه القويه بتديني معنى قوي. زي كلمه مثلا هانجري، كلنا عارفين ان هانجري معناها جائع. واحد بيقول لمامته انا جعان، ام هانجري، قادر يستحمل شويه على ماما تخلص الغداء. طب هو جاي من المدرسه واقع من الجوع، ميت من الجوع، ما ينفعش يقول لها ام هانجري. عنده طريقتين يا اما يقول I am very hungry، يا اما يقول I'm starving، يعني واقع من الجوع، بموت من الجوع. عندي كلمه غاضب، ماما بتقول لك خش سلم على بابا، فقلت لها لا ده شكله متضايق، فتقول لك لا عادي خش. كلمه انجري دي معناها غاضب، عادي شويه كده وهيفك. اما في كلمه تانية بمعنى شديد الغضب اسمها فيوريوس، يعني مش طايق نفسه، بيطلع نار من ودانه ودخان من بقه والدنيا حالتها بلد. يبقى دي الصفات من حيث النوع ممكن تتقسم لحاجه اسمها صفه عاديه وصفه قويه، ودي ان شاء الله هشرحها بالتفصيل لما نيجي نشرح درس الظروف اللي هو موجود في الوحده السابعه. هستنى الشباب تنقل ورايا، هسيب لكم البورد تاخدوها سكرين كده سريعا، وتحاول ان انت تكتب ورايا عشان احنا هنحل كتير. وبلاش تحل من غير ما تحفظ، بلاش تحل من غير ما تحفظ، لان ده بيسبب لك ارهاق وبيسبب لك يعني ضعف في العزيمه والهمه، لان انت بتيجي تحل بتبقى عندك غلطات كتير وتقول ليه ما انا حفظت كويس. ليه انت ما حفظتش كويس؟ صدقني لو حفظت النقط دي بالترتيب وحليت عليها كتير ممكن تغلط، وده الوارد، لان ده الطبيعي، يعني لان انت بتغلط عشان تتعلم لحد ما توصل لمرحله اللي انت هتبطل تغلط فيها او غلطاتك تكاد تكون شبه معدومه. هستناكم يا شباب في فيديو تاني ان شاء الله، هسيبك تاخد سكرين للفيديو ومستنيك اشوفكم على خير باذن الله. سلام يا شباب.